سلام شيرات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله راح تكونوا بخير في صحه جيده خواتاتي وهانين. صحه رمضانكم. اليوم جيت ندير معاكم مقروض الكوشه. شوف يجي واحد تذوق فيه ويجي يذوب ويجي معسل حتى للقلب. مهما حتى ما درتوش الكوشه تبغوا تقلوه. انا سيت واحد 3 حبات قليتهم. والله العظيم لا جا يذوب ذوبان وجا معسل حتى للداخل. شوف كي يجي داير من الداخل تاني معسل. تبعوني مع الاخير وتبعوا الخطوات اللي غادي نديرهم. نشرح لكم الوصفه، بسم الله نبداو. أنا عندي 3 كيلات تاع السميد، أنا عبّرت بهذه غرفية، ولا تبغى تعبّر بغزلافة كبيرة ولا بول كبير. أنا عبّرت غير بهذه بزاف وعمّرتها 3 كيلات، وهنا درت لها ربع تاع ديال الغرفية فرينة، وغادي نضيف لها لافاني باش نعطّرها، ونضيف لها تاني مغرفة صغيرة تاع ملح باش نعدّل تاني الذوق تاعه. ضروري يكون الملح، ومغرفة تاع سكر باش تعطينا داك الاحمرار، ونخلّط مليح. ندخّل داك السكر مع الفرينة كلشي، ندخّل النواشف. وما كاينش اللي تقول لك المقروض ما غاديش ينجح لي، ما ينجحليش بهذا والله العظيم. غادي ينجح لك المقروض مهما تقليه ولا ديريه في الكوشه، غادي يقعد لك كيما هو ويجي معسل حتى القلب. انا عندي هنا زبده تاع المدينه، وزدت فتره كملتها بالزيت، ما فايتش الغرفيه انا كاع. انت ما كنت فايدو الغرفيه ما يجينا يتفتت بزاف ومبسس بزاف هكا، وجاني طري ويدوب في الفم. ونقعد نحبك فيه حتى واحد ربع ساعة، وأنا كنت نحبك فيه باش يتشرب لنا قاع الحبات تاوعنا. كي نردو هاكا نشوفوها تلامت لنا في يدينا نعرفو بلي صاي سي بون. نديرها غير في بلاستيكي مفوت باش ما يشربلناش، وزيد نديرها سربيته ونخليه يبات. ولا نجو باش نوجد تاني العقدة تاعي. عندي هاد العقدة تاع التمر. هاد التمر بروحها يجي يجي طري، ما يجيش قاصح هاكا، وذوبته شوية في الميكرووند. لا شفتو قاصح بزاف فوروه. حميته غير شوية في الميكرووند وخرجته. هنا غادي نزيد مغرفة صغيرة تاع قرنفل، مغرفة صغيرة تاع كبابة، ومغرفة صغيرة تاع قرفة باش تعطينا ذوق شباب في ديك العقدة تاع المقروض. وعندي لهنايا 3 مغارف تاع جلجلان يكون محمص، ومغرفة كبيرة تاع سمن. وندخل مليح داك السمن مليح في العقدة. دوك الصوالح هاكا ندخلهم في العقدة، ودروك نرش عليها غير شوية تاع ما زهر. أيوا نقعد نعجن فيه. أنا غادي نشكل على شكوريات صغار، واللي عندها الميزان دير الحبة تاعها 12 غرام. أنا ما عنديش الميزان، خسر لي. أيا دوك ندير غير بيديا وساعيني هي ميزاني. هاهو السميد تاعنا بعد اللي بات. شوف تشرب علاه ما راه مشمق غاية. لأن عندي ديك الغرفية اللي عبرت بها المقادير، نعبر بها تاني نديتها نصها ما ونصها ما زهر. غادي نقلع غير شوية منا، ونقعد نشمخ فيها بشوية خاش كون نشمخهم كاع خاش تطيب السنة. ونغطيها وخلي على جهة، ونقعد نشمخ في هاد الكونتيتي. نغسلها غير بيديا ونلمها. كي نشوفو الحبة تاعنا هاكا نكورها نشوفوها ت تلامت لنا شوية، أيا نقعدو نسكلو بيها. ونجيب هذا الطابع اللي راه خارج تاع المقروض، ونقلعها شوية هاكا في يديا، نكورها ونثقبها في الوسط وندير فيها العقدة. واللي قل ندورها مليح، منخليش الخوا بينها وبين العقدة بين العجينة. وندخلها في هذا المول. دهنته شوية زيت، ونقعد نضغط عليه. نحطها ما نديرها غير في بلاستيكي ولا فوق بلون طرافاي. أيا نضغط عليه، ونقعد نخرج الحبة تاعي غير بشوية. نخرجها غير بشوية باش نحافظ على الشكل تاعه. ها هنا الحبة تاعنا. نزيد معاكم حبة زاوجة. ندخل العقدة، قلت لكم نلويها مليح نكورها،
ما نخليش الخوة بيناتهم. نحطه ونضغط عليه تاني. ونقعد نخرج فيه غير بشوية. قلت لكم حتى هو هاكا وتقلوه في المقلاة يقعد، أنا قلت لكم سيت 3 حبات قعدوا لي كيما هما. وعاد لي معسل، شوف الشكل تاعي يجي شباب. كمل قاع الحبات. أنا راح لي المقطع باش نوريكم من كملتها قاع ودخلتها يطيب. شوفوا لهنايا راه حامي، ندخلها في الحسل، خلوه يطيب غاية، خلوه واحد 180 درجة. كي تشوفوه تشوفوا الحية ولا الحبة ولا تشقق لكم من الفوق، شعلوا عليه. الحبة تاع ملي تقعد تشقق تولي تشقق لنا في الفرن شوية، تحسبوا نتوما تحل لكم ساعة ما تحل. شوفوه قاعد محافظ على الشكل تاعه. وزيدوا ديروا في الحسل صايب يبان والو. يما نتوما واش غادي ديروا، غادي تعاودوا تشعلوا ليه الفوق. هذا السر تاع الطياب تاع المقروض تاعنا. أنا خليته في الحسل، خليته قريب نص ساعة باش حتى وليت حتى طاب لي البلاص زاوج. وانا جبت هنا واحد المكسرات، درتهم انا، درت فيهم شوية عسل وخليتهم. أنايا خليته واحد نص ساعة هو يتشرب في الحسل. دروك غادي نعمره ونزينه بهاد المكسرات. واللي ما عندهاش المكسرات دير غير الفو بيستاج داك الفيغ. وأي حاجة تبغي تزين بها تزين بها، حبة قرقاع ولا حبة لوز كيما تبغي. أنا خلطت شوية تاع مكسرات قرقاع لوز وبندق، ودرت هداك فريكون في من الفوق باش يغير لنا اللون. ها هو المقلوب تاعنا واجد بعد اللي درته في الكيسات. شوف كي جا داير الشكل ومذاق، ويشوف وجا ولا اروع. بنا ما نحكيكمش، قلت لكم اللي ما ينجحلاش المقروض غادي ديري هذا المقروض وعينك مغمضين غادي ينجح لك. قلت لك يا في المقله يا في الكوشه. انا درت هنايا في الكوشه، خليتها طيب واحد قريب نص ساعه. وما نحمروش بزاف تاني من الفوق. شوف يقعد محافظ على الشكل تاعه عشان المقروض تاع الكوشه ما يجيش محمر بزاف، ماشي كيما تاع المقله. نقول نقسم حبه قدامكم، شوفوا كي جا دايره من الداخل. شوفوا الحبة تاعنا قاعدة محافظة على الشكل تاعها، من الاخر ما تحللنا في الوسط ني والو. وتشقق لنا قعدت الحبة كيما هي. ان شاء الله تجربوا الشيرات. واللي شاف يشوف الفيديو ما تنساونيش بالجيم والاشتراك وتعليقاتكم. وربي يفرحكم ان شاء الله في دار ليلة 27 وفي رمضان. وربي يكملكم اي حاجه مكمل في متمنينها في قلبي، ربي يكملها لكم. ما تنساونيش غير بالجيم وتعليقاتكم. واللي مازال ما اشتركش عندي في القناه يشترك. شو الحبه كي جات دايره، شو جات معسله حتى للقلب. قلت لكم خليته يتعسل واحد نص ساعه وهو في الحسل، ويجي طري فوندو يدوب في الفم. ناجح 100%. شو كي يتفتت ومعسل. عندكم تجي حتى العقدة تجي طرية. ان شاء الله تجربوه الشيرات. معني نقولكم الشيرات تهلاو في رواحكم وصحة سحوركم، ولا لكم قيس سحور نقولكم صحة سحوركم، وراكم صايم نقولكم صحة صيامكم، ولا صحة فطوركم. وفي وصفة قادمة ان شاء الله. مع السلامة.